لو عندك طفل 5 سنين ومحتاره في سلوكياته، تعالي اقول لك تعملي ايه. الاول لازم نفهم طفل ال5 سنين ده اصلا سلوكياته دي بتصدر ازاي. طفل في السن دوت عامل زي الاسفنجه، بيمتص كل حاجه من حوالين منه، طريقه كلامنا، المشاعر، كل حاجه احنا بنعملها وكل حاجه احنا بنقولها هو بيمتصها بالظبط وبيطلعها وبيخرجها لينا بنفس الطريقه. هتلاقيه بيتكلم بنفس الاسلوب، بينفعل نفس الانفعال، مشاعره نفس الاحساس اللي انت بتصدريه له واللي انت بتقولي له عليه. عايز طول الوقت يبقى هو نفس الشخصيه اللي موجوده قدامه، هو مرايتك. طب اعمل ايه او اتصرف ازاي مع ابني في السن؟ طيب هتلاقيه بيسال كتير قوي، ودي مش رخامه منه، هو بس مخه بيفهم الدنيا اللي حوالين منه. هتلاقيه عايز يتصرف نفس تصرفات الكبار وبيقلدهم في كل حاجه. هتعامل معاه ازاي بقى؟ طيب هقولك تتعاملي معاه ازاي. اول حاجه لا يبقى بيتشجع طول الوقت، هو مش محتاج يحس منك انك بتلزميه بحاجه او بتضغطي عليه. شجعيه، اسمعيه. محتاج احتواء جدا وقت ما يبقى منفعل او غضبان، محتاج دعم نفسي كبير، محتاج يحس بالامان وبالحب منك وعارف ان انت بتسمعيه من غير ما تحكمي عليه حكم غلط او انك تعاقبيه. مش طول الوقت عقاب، هو محتاج يتسمع اكتر. بس لو محتاجه اي استشاره في حاله ابنك وسلوكياته او اي تشخيص، ابعت لنا بس رساله واحنا هنبعت لك التفاصيل.